هذا هو تحليل أهم أحداث الحلقة 3 من مسلسل صديق بالدارجة المغربية. خروج صديق من الكوميسارية. الحلقة بدات ببعلي مشى خرج صديق من الكوميسارية، والبوليسي وصى بعلي باش يتهلا فيه ويجمع ليه وراقه باش يصوب لاكارت ناسيونال. بعلي دا الصديق معاه وقال ليه باللي غادي يتكلف بيه حيت أمه فاطمة كانت مرا مزيانة وكبرات معاه في الدوار. الوصول للشركة والمشاكل. بعلي دا الصديق المقر الشركة ديال الخياطة كازا فاشن. تما لقينا شاكر ولد مولات الشركة كيهضر مع خطيبته ياسمين في التليفون وممسوقش للحدمة. الداخل في المعمل ناض صداع بين الشاف عيادة ووحدة من البنات الخدامات سميتها غيطة حيت جات معطلة، وبعلي دخل باش يفك الجرة. المواجهة مع لالا منيا. بعلي قال للصديق يبقى يتسناه في واحد الكولوار وما يتحركش، ولكن الصديق بقات فيه القاعدة ديال الفضول. دخل لواحد البيرو كبير وصدق هو البيرو ديال مولات الشركة لالا منيا. هي دخلات لقاتو تما وشعلات فيها العافية وبدات كتغوت شكون هذا وش كيدير تما. الحقيقة والسكن في السطح. بعلي جا كيجري وشرح لالا منيا باللي هذا الصديق ولد سي سهلي اللي كان شريك راجلها في المشروع شحال هادي. منيا تفاجأت ولكن ما بغاتش تبين وقررت تخليه يسكن تما، ولكن بشرط يسكن في البيت اللي في السطح وعمره ما يهبط للبيرو ولا يقرب للخدمة. شاكر وغيتا. شاكر بان باللي شخصية مستهترة. غيتا الخدامة كتلعب عليه وكتتمسكن باش يطيح في شبكتها، وفي نفس الوقت هو خارج يتعشى مع ياسمين اللي كتبغيه ومعولة على الزواج، ولكن هو باين عليه ما باغيش المعقول وكيتهرب. النهاية. الحلقة سالات والصديق جالس بوحده في السطح كيشوف في المدينة من الفوق، وبعلي وصاه ما يعاودش يهبط لتحت باش ما يجبدش الصداع مع مولات الشي. الصديق بان كيدير شي حركات غريبة وكيشوف في السما، الشي اللي كيبين باللي هو شخصية على نيتها وبسيط بزاف.